السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا أعزائي المتابعين تشجيعنا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. سيخوض المنتخب الوطني لقاءين وديين ضد منتخبات زيمبابوي والسعودية استعدادا لنهائيات كأس إفريقيا 2025 المزمع إجراؤها في المغرب من الفترة 21 ديسمبر 2025 إلى 18 جونفي 2026، وذلك ضمن المجموعة الخامسة والتي تضم كل من منتخبات غينيا الاستوائية والطوغو وليبيريا. وكشف الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش عن قائمة 27 لاعبا تحسبا لهاتين المباراتين الوديتين، وتتميز هذه القائمة بوجود اسمين جديدين، ويتعلق الأمر بالمدافع الشاب إلياس بنقارة لاعب بروسيا دورتموند، واللاعب ياسين تيتراوي لاعب شارلوروا البلجيكي وخريج مدرسة نادي بارادو. كما سجلت القائمة عودة حسام عوار، إسماعيل بن ناصر، ريان أيتنوري ومنصف بكرار. أما الغياب البارز فهو بكل تأكيد ليوسف بالليلي لأسباب لا يعلمها إلا المدرب. وقد جاءت القائمة كما يلي: بامبوت، جندوز، زيدان، بلغالي، أيتنوري، حجام، بلعيد، بنقرة، بن سبعيني، شرقي، ماندي، توغاي، بن ناصر، تيتراوي، زرقي، عمورة، عوار، بودوي، شعيبي، قبال، محرز، مازا، حاج موسى، بقرار وبنجاح. وستجرى المباراة الودية الأولى على ملعب المجاهد حسين أيت أحمد يوم الخميس 13 نوفمبر 2025 على الساعة 5:30 بتوقيت الجزائر، 7:30 بتوقيت السعودية، وستنقل مباشرة على القناة الجزائرية الأرضية. أما المباراة الودية الثانية فستجرى في السعودية على ملعب مدينة جدة يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 على الساعة 5:30 بتوقيت الجزائر، 7:30 بتوقيت السعودية، وستنقل على القناة الأرضية الجزائرية مباشرة. فحظ موفق للمنتخب الوطني الجزائري.